مالكي شيل ايدك هذا الشعب ما يريدك. يا مالكي شيل ايدك هذا الشعب ما يريدك. بغداد حرة حرة. بغداد حرة حرة. ايران برا برا. ايران برا برا. الشعب المكلوم شعب بهذا الحجم. عراق بغداد السلام تتحكم فيها دولة صفوية. أين العرب؟ أين المسلمون؟ والله إنها لعار على جبين المسلمين أن تأتي دولة صفيقة رقيعة تحتل وتعبث في العراق. المالكي يعبث ويقتل ويغتصب النساء وينهب الأموال، وليس هناك من أحد يحرك ساكنا. يقولون لا تدخل في شؤون الداخل الدول، وإيران تدخل في شؤوننا. رسالة إلى الحكام ورسالة للشعوب العربية. الاخطبوط الصفوي قد تدخل في اليمن وتدخل في البحرين وتدخل في سوريا ولبنان والعراق. إن لم تتداركوا أنفسكم فالغد قادم عليكم. أنقذوا الشعب العراقي المكلوم المسكين، هذا الشعب الأصيل. في العراق أو سوريا أو في الأحواز فكلها دولة مسلمة صاحبة عقيدة وأضداد للصفوية الحاقدة الإيرانية الامتداد الكافر بالله تبارك وتعالى. وعلينا جميعا أن نعلم بأن المسؤولية تقع على الحكام والعلماء والشعوب. يجب عليها أن ونحرر نساءنا من السجون وأبطالنا من السجون إن كانت الصفوية الحاقدة أو المشركة في أي دولة من هذه الدول العربية التي أخذت الآن تمزيق الأمة بكل أشكالها وبكل أطيافها وبكل التمييز مع الأسف الشديد. أيها الإخوة، أخاطب الأمة الإسلامية. لقد قتل أكثر من 2,000,000 مسلم موحد عراقي من الرجال والنساء في العراق، أكثر من 2,000,000، والآن أكثر من 5,000 امرأة من أخواتنا قابعة في السجون العراقية، وتم اغتصاب الكثير منهن. لذلك كيف يهنأ لنا بال؟ والله لو سكتنا على هذا الإجرام فإن باطن الأرض أفضل لنا من ظاهرها. لذا نخاطب الأمة الإسلامية، نخاطب المملكة العربية السعودية، نخاطب الكويت، نخاطب قطر، نخاطب الإمارات، نخاطب مصر أرض العرب، نخاطب السودان، نخاطب كل الدول العربية والإسلامية أن تتحرك لإغاثة هذا الشعب المظلوم. والله إذا سكتنا فإننا جميعا في خطر، وويل للعرب من شر قد اقترب. حرف الصاد حرف مشترك للأفعى الحقيقي، فالصليبية والصفوية والصهيونية كلاهم هذه الثلاث كلهم يجتمعون في شيء واحد، ألا وهو حب الدم، حب الاحتلال. كنت أعتقد بأن الصهيونية ستكون هي العدو الأوحد للمسلمين العرب، لكن اكتشفنا بأن أعداء العرب والمسلمين في هذا الزمان هي الدولة الصفوية. كما ابتلعت جنوب لبنان، كما ابتلعت العراق، كما ابتلعت الأحواز، كما ابتلعت سوريا، فإنها سوف تبتلع الخليج العربي إن بقي زعماء الخليج العربي، وإن بقي زعماء العرب في صف الذين يتفرجون على دماء سوريا ودماء العراق. أقول للمالكي وأقول لبشار القرد بأن كلاكما بإذن الله إلى مزبلة التاريخ، وسيكون قريبا بإذن الله عز وجل. الله أكبر. إنما رأيناه من جرائم فظيعة قام بها بشار الأسد
والتي يندى لها الجبين لا تأتي شيئا أمام الجرائم التي ارتكبت في حق إخوتنا في العراق، ولكن كان التكتيم الإعلامي الأمريكي والغربي مانعا لوصول تلك الجرائم إلينا. ولكن اليوم وبفضل شجاعة إخواننا وانكسار حاجز الخوف الذي كان يسيطر على مشاعر إخواننا في العراق، بفضل شجاعة إخوانهم في سوريا، هم اليوم ينتفضون ليدافعوا عن أعراضهم. نحن نتابع التخاذل الدولي والتغطية الإعلامية المتعمدة لمنع وصول أخبار إخواننا في العراق، وتعاون الأمريكان والصفويين مع حكومة المالكية العميلة التي سلمت العراق لقمة سائقة إلى إيران، جففوا منابع دجلة والفرات وسجنوا النساء الشريفات العفيفات. ها هم اليوم يرون هذه الوقفة البطولية، وإنها لن تتراجع بإذن الواحد الأحد. إننا نناشد المنظمات الدولية والدول العربية إلى اتخاذ موقف سيسجله التاريخ، فأما أن يكون موقفا مخزيا أو موقفا مشرفا. نسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا في العراق الثبات. رسالة إلى إخواننا في العراق المجاهدون المرابطون المظلومون: أيها الإخوة، أيها العراقيون، أيها البغداديون، أيها الأنباريون، أيها البصريون، إن وقفتكم اليوم في هذه الجمعة هي وقفة لله، وقفة للتاريخ، وقفة لكي تكف هذا الإمداد الصفوي. وبفضل من الله سبحانه وتعالى انقلب السحر على الساحر، فقد أرادت إيران ومن خلفها من الدول الغربية التي تعينها أن تنشر الفوضى في البحرين وفي المنطقة الشرقية وفي اليمن وفي سوريا. ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى انقلب هذا السحر على الساحر، فها هي اليوم إيران تجني ما زرعت من فوضى وفتن على أنظمة لها تابعة لها في سوريا وفي لبنان وفي العراق. هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه الوقفة الشعبية الجماهيرية في البحرين وفي العراق وفي سوريا. هذه الوقفة أيها الإخوة العراقيون لن ننساها لكم، والله لن ننساها لكم، فهي امتداد لوقفات سابقة كانت هنا وكانت هناك في سوريا. وبفضل من الله سبحانه وتعالى سوف يأتي ذلك اليوم الذي ترتدع فيه إيران وتنسحب من البلاد العربية وتعود حيث كانت. ورسالة أخرى إليكم أيها الإخوة في البحرين: إن وقفتكم هذه ونصرتكم لأهلكم وإخوانكم وللمظلومين على أرض بغداد وللمظلومين على أرض العراق هي نصرة لكم وامتداد لمقاتلة ومجابهة عدوكم، فإن العدو واحد هو في البحرين، العدو واحد هو في سوريا، العدو واحد هو في العراق. والله إن هذه الوقفة لهي نصرة لدين الحق، نصرة لله، نصرة للتاريخ، نصرة للحق. فنشكر لكم هذه الوقفة، وإن شاء الله سوف تكون هناك وقفات بإذن الله تعالى في جميع مناطق البحرين لإخواننا، دعما لإخواننا في العراق ونصرة لحقهم وأحقيتهم في تلك البلاد. هذا النظام الموجود في العراق اليوم والذي صنع في إيران قد بطش بالعراقيين وقتل منهم 2 مليون شخص، وهجر 5 مليون شخص، واعتقل مئات الآلاف بينهم نساء، وقام بأبشع الجرائم. هذا النظام الذي اعتقد أنه يستطيع السيطرة على الأبطال، نقول له: لو بقي شخص واحد في العراق
لن يبقيك في أرض العراق. الله أكبر. يشرفني ويسعدني أن أنضم إلى هذا الجمع الخير الذي يبارك الانتفاضة المباركة في العراق. والانتفاضة المباركة في العراق تمتد بفضل الله وبفضل المرابطين من الرمادي إلى البصرة، ومن البصرة إلى الحلة، ومن الحلة إلى الكوت، ومن الكوت إلى الناصرية. وأنا واثق بأن هذه الوثبة المظفرة التي انبثقت في الأنبار ليست إلا شرارة البداية. من البحرين حيث سقطت المؤامرة الإيرانية، من البحرين وأمام السفارة العراقية نرسل رسالة إلى أولئك المتظاهرين، إلى الشرفاء العراقيين الذين وقفوا دفاعا عن الأمة الإسلامية. إن المطالع الأحداث السياسية يجد ارتباطا كبيرا بين الثورة السورية والثورة العراقية. إن أي تقدم للثورة العراقية هو تقدم للثورة السورية، الله أكبر. وإن أي تأخر للثورة السورية هو تأخر للثورة العراقية. وإن فشل الثورة العراقية هو فشل للثورة السورية. لماذا؟ لأن العدو واحد، ولأن الخصم واحد، ألا وهو إيران بمخططاتها الطائفية البغيضة. لكن هناك مبشرات، المبشرات كثيرة. أولا للثورة العراقية بأن مقومات نجاح الثورة العراقية كلها اجتمعت عند أولئك المتظاهرين في المدن العراقية. إن الثوار الأبطال من أبطال الأنبار والفلوجة وغيرها من مدن العراق إنهم استفادوا من الثورة التونسية والثورة الليبية والثورة المصرية والثورة اليمنية والثورة السورية. نراهم الآن بحمد الله تعالى يحققون وحدة الصف، وهذا أعظم مقوم لنجاح الثورات. إنهم بحمد الله اجتمعوا ونبذوا خلافاتهم بحمد الله تعالى. إن المقوم الثاني لنجاح الثورة العراقية وحدة المطالب. نراهم الآن بحمد الله تعالى اجتمعوا على مطالب واضحة أمام التواجد الحكومة المالكية الخائنة العميلة لإيران. المبشر الثاني إن مقومات الفشل كلها قائمة في الحكومة الإيرانية التي ينطق بها المالكي. إنه لم يستفد من الثورة من الحكام والطغاة الذين سقطوا،